اوكي. اهلا وسهلا بيكم في مجلس جديد من مجلس القادة. النهارده مجلس مميز، احنا بيبقى عندنا يا اما السولو مجلس بكون انا لوحدي، يا اما بودكاست مع ضيف. وده النهارده البودكاست بالصيغة دي. مع النهارده ضيف مميز جدا وعزيز على قلبي جدا، معاذ طيب. المصري. يعني معاذ، لو جيت أقدمه هحتاج وقت طويل، بس لازم الواحد يتكلم عن معاذ. معاذ ما شاء الله، يمكن احنا اتعرفنا على بعض من أكتر من 8 سنين تقريبا ايوه. زي كده. آه، من زمان معاذ ما شاء الله، يعني بيشتغل في كل حاجة وبيعمل كل حاجة في مجال السوفت وير والاي تي. خد حاسبات ومعلومات من كل أقسامها وكل موادها. راجل اشتغل جوه وبره، اشتغل في تايتلز مختلفة، وعمل الستارت اب بتاعته أكتر من ستارت اب. وأس ستارت ابس، يعني أكيد سمعنا عن حاجة زي تربو أو غيرها من الستارت ابس. وأنا شاركت في واحدة منهم اللي هي كانت ليها علاقة بالانفلونسرز أو صحيح. البلوجرز اللي بيبقى متاح ليهم استشارات. صحيح. ف يعني سريعا، انا متاكد ان البودكاست النهارده هيكون فيه فاليو كبيره جدا جدا لكل الحضور. سيب المايك لمعاذ، يعرف نفسه احسن، مش عارف اوفيه حقه. فتعرف نفسك للناس اللي مش عارفاك قبل ما نبدا ان شاء الله الدسكشن بتاعنا. انا بشكرك والله، اولا يعني ربنا يبارك فيك ويكرمك. شكرا على الفرصه الجميله ان انت يعني استضفتني النهارده واديتني فرصه اعبر عن نفسي ونحاول نفيد الناس يعني يعني ان شاء الله يكون حاجه مفيده لينا وللناس ويبقى ليها اثر كويس. بشكرك على المقدمه الطيبه، يعني الصراحه انا مبسوط جدا ان اعرفك من 10 سنين، صح، او 9 سنين فعلا. ويمكن ما تعرفناش عادي، احنا الاثنين بناخد دورة انتربرينور شيب في شيل شركة صحيح. ال10 سنين أو ال9 سنين، فكانت حاجة جميلة. وبحب أفتخر بيك يعني ومتابع شغلك. والحقيقة أنا مش عاوز أطول في تعريف نفسي. أنا ببساطة مهندس سوفت وير انجينير، يعني تقدر تقول مهندس إداري في عالم البرمجيات. بحب كل ما هو متعلق بإدارة التقنية. يمكن انا مش تكنيشن او مش شخص فني، مش كودر يعني، او مش ديفلوبمنت، مش متخصص داخل الفنيات التقنية، لكن انا بحب كل ما يمت لإدارة عالم التقنية بأي صلة، سواء من قريب أو بعيد. وبطبيعة الحال يعني محدش بيبدأ في الهاي ليفل بوزيشنز أو الاستراتيجيك بوزيشنز. فأنا بدأت من almost 15 أو 14 سنة بزنس أناليست. فضلت في الاناليسز حوالي 7 سنين تقريبا، ميد ليفل وبعد كده سينيور عادي. اشتغلت في شركات كتير متنوعة تحت السلم، وكوربريتس وستارت ابس وشركات محترمة وشركات نصبت عليا. فده شكل يعني وعاء كويس من الخبرات المختلفة. وبعد كده بسبب ان الاناليسز في حد ذاته كعلم يعني او كدومين، تقدر تقول بيفرش قماشه كويسه في عقل الانجينير الاداري يعني. انا اسمح لي بس اتكلم بالكلام اللي انا ايه، كاننا بندردش يعني، بغض النظر عن بالعكس، هو ده الهدف. البدل اللي هو احنا لابسينها دي انت يعني. ليك الامثله، بتعمل تشبيهات غريبه من اماكن عجيبه. اه فاهم. بحب اسمع ده. اه فطبعا يعني الاناليسيس بيديك قماشه واسعه جدا جدا في تفكيرك وفي فهمك لطبيعه الامور في قطاع التقنيه بشكل عام، وبيديك الوايد نوليدج والاكسبيرينس ان انت تعرف تدير المجال ده بمختلف البرسبكتيفز او المناظير المختلفه. فده ساعدني بسبب ان الاناليست دايما عنده قوه المعلومات، اللي هو في المكان اللي هو فيه هو اللي عارف البيزنس دومين، هو اللي بيفكر في الاناليسيس والريكويرمنتس، هو اللي بيطرح السولوشن، هو اللي بيفاليديت السولوشن والى اخره. خلاني مسؤول بشكل ما بعد كده عن الدليفري. فخدت يعني سنين كتير بتعلم في الدليفري مانجمنت بالعافيه، بالخبره، فاهم، بالتجربه والخطا زي ما بيقولوا. وده خلاني اتعلمت حاجات كتير بس بالطريقه الصعبه. بعد كده درست اداره مشروعات. واتقابلت انا وانت كمان في كورس انتربرينور شيب من 10 سنين. ودي حاجه من الحاجات الجميله، لان من 10 سنين مش كتير كانوا بيدرسوا الحاجات دي اصلا. ودرسناها مع حد كان شاطر، اظن كنان قدور، يعني لو انت فاكر اسمه. فكان راجل شاطر والنبوغ جدا. والنبوغ نبوغ ويعني محفوظ طبعا، كان نبوغ حاليا.
واحد من الريتيل سيلرز الجامدين قوي اللي في مصر، يعني مشهورين، يعني عنده سلسله محلات رائعه. فخدنا خبره كويسه، وده ساعدني في الاخر ان انا بشتغل شغلانات كتير ليها علاقه باداره السوفت وير. فاشتغلت بعد كده بقى بروجكت مانجر، خدت البي ام بي ولكن مش معتمد فيها من البي ام اي. خدت الماجستير بتاعي في اداره الاعمال عشان افهم البيزنس بيدار ازاي عموما، لان في الاخر قطاع التقنيه، اي قطاع في الاخر، اي مهما كان نوع الصناعه، في الاخر بيزنس يعني بتديره. فالمصطلحات واحدة، ولكن لما بننزل شوية للأوبريشن ليفل، اه ممكن بقى المصطلحات تفرق، ولكن في الآخر قطاع البيزنس نفسه يعني واحد. درست كمان سكرام ماستر وأجايل ميثودولوجيز، وتعمقت في الموضوع ده كويس جدا بشكل يسمح لي إن أنا أحاضر فيه بشكل كويس الحمد لله. وبعد كده دخلت في مجال البرودكت مانجمنت. فكل الحاجات دي لو بصيت عليها هتلاقيها هي اصلا بتتكون من ان انت في الاخر عمال تاخد ادوار اداريه في الاخر داخل قطاع، يعني تقدر داخل صناعه المنتجات الرقميه او اداره عالم تقنيه المعلومات بشكل او باخر. آه، كنت محظوظ جدا ان انا اشتغلت في اماكن مختلفه في انواع كتير من الشركات آه، بشكل منظم وغير منظم. ده بيديك خبره كبيره، لو ربنا وفقك مع الوقت وقدرت تبلورها بتبقى عندك حصيله محترمه جدا الحقيقه. بجانب ان انا خدت حاسبات القاهره في 8 سنين بدل 4. فكنت كل سنه بلف على قسم من الاقسام. احنا عندنا طبعا في حاسبات اولموست بتتكلم في أربعة، يعني بتتكلم في 16 قسم تقريبا، أربعة أساسي وجوه كل واحد أربعة فرعي. يعني فاهم، خدت اللفة كاملة في الثمان سنين. فبقى عندي حصيلة كبيرة ادت الحمد لله ان انا عندي تمكن كويس جدا من اداره القطاعات التقنيه باشكاله المختلفه. تحديدا في الجزء اللي مش هقول لك بقى التحديد المتخصص في الابلكيشنز بقى، في السوفت وير كمان. يعني القطاع التقنيه بتتكون من سوفت وير وهاردوير، سبيشال جزء الانفرا والسكيورتي والى اخره. الهاردوير انا خبرتي فيه مش كبيره، اشتغلته سنه او اتنين في حياتي كمانجمنت، لكن معظم خبرتي بتتخصص حوالين اداره قطاع التقنيه بشكل عام، وعلى التحديد جزء الابلكيشنز او البرودكتس والسوفت وير يعني. ودي اكتر حته انا بعرف ابدع فيها واتكلم فيها. ما شاء الله. بس كده كفايه عشان الناس لا يعني الموضوع يطول يعني، ما شاء الله. الله يخليك. نفتح عليك يا رب، شغل في الحكومة وشغل في القطاع الخاص وغيره. ف الله يخليك. يعني كنا حاطين لينكد ان في الانونسمنت، فالناس تقدر تعرف تفاصيل اكتر طبعا عن معاذ والكورسات اللي المعاذ بيقدمها دلوقتي، البيزنس اناليسيز والبرودكت مانجمنت. الله فان يخليك. شاء الله يعني حاجات كتيرة قوي هيطول الكلام عنها. ف- الله يخليك. فربنا يفتح عليك يا رب. ندخل على طول في التوبيك بتاع النهارده. ايه التكنيكال رود ماب او الاي تي استراتيجي؟ وهل هي الموضوع بيبقى مهم ولا لا؟ ما احنا بنعمل ستارت اب، هي الستارت اب عباره عن البرودكت وخلاص وعندنا الباك لوج، ولا احنا محتاجين نبقى عندنا استراتيجي طويله قوي؟ وهي الاستراتيجي دي الكلام ده كان زمان بنحط استراتيجي 5 سنين، بس دلوقتي انت كل يوم في عندك موديل جديد من الاي اي وتولز جديده. هنحط استراتيجي ازاي في الكلام ده؟ خلينا الاول كده نعرف من البدايه يعني ايه اصلا الاي تي استراتيجي دي وانهي شركات اللي بتحتاجها. حلو. خليني استيب باك معاك. هي بدل ما نقول اي تي استراتيجي نعرف استراتيجي، عشان دي حلو. تخلي عندنا فاونديشن كويس قوي. ببساطه الاستراتيجي ازاي اوصل للي انا عايزه. ده السيمبل از ذات بلغه البيزنس. ده مصطلح في عالم الاعمال، في البيزنس دومين. كلنا بنقول عاوزين نعمل استراتيجي لشركتنا. حتى على مستوى الفرد، انا كمعاذ بحاول اعمل استراتيجيه لنفسي. عايز والله انا في خلال 3 سنين اكون واحد من الكي بيرسونز اللي بيحاضروا في مجال البرودكت مانجمنت. ده اللي انا، الهدف بتاعي اللي انا عايز اروحه. تمام. طب ازاي اعمل كده؟ هو ده الاستراتيجي. اتكلم عن الهاو. انا عايز احقق الهدف اللي انا قررت احققه، فبفكر ازاي احققه باستخدام بعض الموارد اللي معايا، مع مراعاة ظروف الوقت والسوق اللي حواليا والانفايرمنت اللي احنا شغالين فيه. فده يخضع لاي حاجه. يعني لو احنا بنقول مثلا مستشفى فهي ليها استراتيجي، لو احنا بنقول مؤسسه غير ربحيه فهي ليها استراتيجي، شركه سوفت وير عاديه ليها استراتيجي، ستارت اب مش قائمه على التك فهي، ما اعرفش ازاي بس يعني هنفترض ان هي ستارت اب اسمونا مش الميديا قائمه على انتربرايز. التك، شركه عاديه سمول بزنس مثلا مش قائمه على التك، فهو ليه استراتيجي. حتى لو على قده التك ستارت ابس ليها استراتيجي مناسبه ليها. انا كفرد ليا استراتيجي، ابني الصغير ليه استراتيجي. بس كل واحد في الاخر بيقولها على قده. ففي مهم. الاخر الكوربريت او الجفرمنت انتربرايز هتحط
استراتيجي تناسب حجمها. انا كفرد احط استراتيجي مناسبه لحجمي والامكانياتي والسكوب بتاعي. انا ما عنديش عوامل كتير يعني somehow او بشكل ما تخليني بفكر في جوانب كتير عشان احط خطه ليا احقق بيها اللي انا عايزه، صح؟ الموضوع لكن تتكلم في شركه كبيره عندها لا عوامل كتير ومتغيرات كتير بتتحكم فيها، والسوق بيأثر فيها باشكال مختلفه لان هي حجمها كبير. فطبيعي انا لو بلد صغيره، حساباتي مع الناس اللي حواليا في البلاد المجاوره مش زي بلد كبيره مساحتها كبيره شعبها كبير امكانياتها كبيره. فالحساب كل الناس لها استراتيجي. وبالتالي احنا بنقول انا عايز اعمل استراتيجي في العموم بغض النظر انا شغال فين، عشان الاستراتيجي دي هي طريقة الوصول للهدف اللي انا قررت سواء انا او المكان اللي انا شغال فيه نوصل له. ده على مستوى البيزنس، تمام. وليه الناس بتحب تعمل استراتيجي في العموم؟ يعني في اي مجال بقى، اي تي، الصحة، التعليم، ليه بنعمل استراتيجي؟ علشان انت لو ما عملتش استراتيجي مش تبقى عارف انت عايز تروح فين. يعني انت مش تبقى عارف توصل ازاي، هتبقى تايه. ده هيضيع منك الموارد. انت غالبا معظم الناس عندها limited resources بشكل او باخر. فممكن ناس عندها resources كباستي قليله في البني ادمين، او عندها بني ادمين كتير بس قدراتهم محدوده. او ممكن يكون عندي بني ادمين كتير شطار ولكن ما عنديش assets، بنية تحتيه، انفرا تشيل الكلام ده كله. مثلا احنا في مصر مثلا عندنا عقول جامده جدا، ناس كاليبرز فوق الممتاز، لكن ممكن تلاقي ضعف مثلا النت، نفس النت بيقطع مثلا، تمام. فاهم؟ ففي ليميتيشن على بعض الموارد. حتى لو انت عندك عوامل او موارد معينه جامده جدا، في موارد تانية ممكن تحدك من تحقيق اللي انت عايزه بسهوله. فلازم تفكر ازاي تتعامل مع ده. لو انت ما عملتش استراتيجي، لو انا اصلا كبزنس وعندي منافسه، ممكن المنافس ياكل مني السوق، ياكل مني الماركت شير، الحصه السوقيه بتاعتي تقل، عدد العملاء بتوعي يقل. او انا حتى لو انا لسه اول واحد ببدا الفكره، ممكن ما اعرفش اجذب عملاء جدد، ممكن ما اعرفش احقق ربح زياده. او لو انا قطاع بخدم جوه مكان معين، فانا كقطاع صغير جوه مؤسسه مش قادر اوفر تكاليف مثلا، فاهم قصدي؟ مش عارف اتحكم في الموارد بتاعي، مش عارف اتحكم مع متغيرات السوق. انا قطاع تقني داخل مؤسسه كبيره، او انا تيم سوفت وير صغير داخل الستارت اب، اتنين ديفلوبرز ومعاهم تيستر وواحد بيديرهم. في متغيرات حوالينا كتير، ظهور الاي اي، ظهور بيئه متقلبه فيها فولاتيليتي عاليه، تقلبات عاليه، فيها غموض، مش عارفين السوق رايح فين. فعدم وجود استراتيجي، مش عارف اتعامل مع الحاجات اللي قدامي، ان انا مش عارف انا رايح فين، او على الاقل انا عارف رايح فين بس مش عارف اروح ازاي. في الاخر الناس كلها مش على نفس الخط بتاعي عشان ما فيش استراتيجي، الناس كلها مش متفقه على خطه. فاهم؟ الناس اللي تلعب ماتش كوره، انت عارف انك عايز تكسب بس مفيش خطه، مفيش 4-4-2، فاهم؟ فاللي بيلعب بيهاجم مع نفسه واللي بيسيب الكوره ويطلع يغير تيشيرت. فكل واحد ماشي بدماغه، مفيش الاينمنت. فمش عارف بقى نقيس نجحنا ولا فشلنا ازاي، عشان انا ما عنديش كنترول على الحاجه، مش عارف اقيسها. مش عارف انا كان معايا كام فصرفت كام، انا كنت فين فرايح فين، طب انا حققت وزن الموارد ولا استهلكت موارد اكتر. فكل الحاجات دي بتخليك لازم تحط خطة. في كلمة بقى استراتيجي بالذات بنقول عليها طويلة المدى شوية. يعني لو انت عملت خطة اسمها خطة، طيب ايه اللي بيخلينا عليها استراتيجي؟ ان هي خطة بس طويلة شوية، طويلة شوية. طويلة شوية دي بقى تختلف. انا ممكن كشخص لو حطيت خطة سنة، يا مين يعيش بكرة، فاهم؟ البيزنس لازم يحط سنتين ثلاثة. طب هتقول لي هو ينفع؟ السوق متقلب، احنا عايشين في حاجه اسمها فوكا انفايرمنت، يعني انفايرمنت فيها فولاتيليتي عاليه، فيها انسرتينتي، فيها كومبلكسيتي، فيها امبيجويتي، غموض، تعقيد، عدم وضوح، تقلبات. فانا ازاي احط خطه 3 سنين؟ هقول لك ما هو ده ممكن يكون مع الستارت اب بيرجها مثلا بسرعه، يخلي شركه صغيره تهز، طلعت الدولار مثلا اللي فوق او انخفاض العمله، ف يحصل دربكه، يحصل ديسربشن، الستارت اب تتهز جامد. كان شركه كبيره مثلا زي احنا مثلا شغال في قطاع السكك الحديد السعوديه، يعني somehow الاستراتيجي تتحط في كل فين وفين لما تتغير، لان خلاص ده قطاع سكك حديد، قطاع صحي، استراتيجيته معروفه، بلد كامله حاطه رؤيه، سواء مصر ولا السعوديه عاملين 20 30 فاهم؟ فعادي ان احنا ينفع نحط خطه طويله شويه على حسب حجم البيزنس. هل هو يتاثر بالفوكا انفايرمنت او بتقلبات السوق وما حوله وبسرعه ولا مش هيتهز؟ الحاجات دي كلها بتقول ان اي حد في الدنيا لازم يبقى عنده خطه طويله المدى بالنسبه له هو. حلو كده. فاحنا قلنا اي حد، صح؟ فالاي تي او السوفت وير تيم في الشركات الصغيره الناشئه، اللي احنا تيم سوفت وير،
او زي ما بيقولوا عليه برودكت تيم. وفي الستارت ابس ساعات بيقولوا على برودكت تيم دي مش قصدهم بيها البرودكت مانجمنت تيم، لا قصدهم العيال الجيكس اللي هم فاهم لابسين الكابتشو بيلعبوا على النت اه وبيعملوا برودكت. البرمجه، هم قصدهم كل دول اسمهم برودكت تيم. اه. تمام. فالتيم ده محتاج يبقى هو كمان ليه استراتيجيه، صح كده؟ عنده هدف قرر يحققه، فلازم يفكر ازاي يحققه. طب احنا شغالين في قطاع في شركه كوربريت، فعندنا بيسموه مثلا بدل ما يسموه السوفت وير تيم او البرودكت تيم يسموه مثلا ايه الاي تي. تلاقيهم مثلا يقول لك بتوع الاي تي، ما يقولوش بتوع السوفت وير او مش بتوع البرودكت، لا بتوع الاي تي. اي تي مثلا ديجيتال. لان ايه اي تي او ديجيتال كابابيلتيز او ديجيتال تيم. اه بقى ليه؟ لان هو هنا هو بيشوف ان هنا بيبقى تحس ان حجم الهاردوير طاغي شويه. مؤسسه كبيره فيها كمبيوترز كتير، فيها اسلاك، فيها بورتس فيها فاهم سيرفرز وراكس وقصه كبيره، فيها التليفون بتاعت اي بي تليفون ومش عارف ايه وغيره. ففيها شويه شغل بيخليهم عليها اي تي. في سيستم. الستارت ابس ما فيش، هم معروف ان هم شغالين على اللابتوبات واربعه خمسه، فتلاقيهم قسم سوفت وير كده، قسم برودكت. في المؤسسات الحكوميه ممكن قسم اي تي برضه عادي. ليه؟ هو خلاص ده مصطلح اطلق عليه انفورميشن تكنولوجي. وكلمه انفورميشن تكنولوجي تتحمل تسع السوفت وير والهاردوير. وبالتالي احنا كمان عاوزين نعمل استراتيجي عشان نحقق هدف احنا عايزين نوصل له كقطاع تقنيه. ده واضح كده؟ ده فبالتالي كده ده إجابة على سؤالك ده معنى يعني ايه استراتيجي. ليه احنا محتاجين يعني ايه كلمه اي تي استراتيجي؟ ان فرق التقنيه او قطاع تكنولوجيا المعلومات او السوفت وير في اي مؤسسه او ستارت اب عاوزين يحطوا خطه يحققوا اهداف. ده كده بكل بساطه. حلو. الأهداف بقى بتاعة المؤسسة دي ممكن حلو. تبقى يعني مثلا لو بالنسبة لمؤسسة كبيرة بنك ولا سكة حديد، وانت بتتكلم في اي تي واسيتس، فالاسيتس دي بقى اللابتوبس والسيرفرز والكاميرات والسيستم بتاع البصمة بتاع الناس، ده كله اي تي صح. بالنسبة للشركة. صح. طبعا. فممكن يبقى عايز يزود capabilities او features، او ان هو يبقى عايز يقلل كوست. هيعمل الحاجات دي ان هاوس ولا فيندور؟ يعني ايه الاهداف اللي ممكن تبقى بتتم بالنسبه للاي تي كهاردوير، وبالنسبه للستارت ابس، الستارت ابس اللي هي البرودكت بيزد ستارت اب، هتبقى بتفكر ازاي في الاي تي استراتيجي؟ تفرق فرقها ايه عن المؤسسات الكبيره؟ حلو قوي. سؤال جميل ومنطقي بعد اللي احنا قلناه. تمام. بص دي الاي تي في اغلب الشركات او قسم السوفت وير او فريق البرودكت او السوفت وير غالبا هو بيبقى سبورت فانكشن مش كور فانكشن. مهم. يعني في 99% من الشركات هو سبورت فانكشن. في اللي هو الشركات والصغيره حتى الستارت ابس، هو الستارت اب لما اتعملت هو ايوه البيزنس لو نفسه احنا مش اي تي، هو الاي تي هو الداعم بنتكلم ليه، هو لو احنا الانيبلر. بنتكلم عنه كاي تي لوحده، يعني اللي هو اه كاي تي لوحده، كاي تي لوحده كفريق سوفت وير. اوكي تمام. كفريق سوفت وير او فريق تقنيه او قسم تقنيه معلومات او قسم ديجيتال كابابيلتيز او قطاع. حلو. هو في حد ذاته هو قطاع بيسبورت الشركه. مهم. حلو. حتى في الستارت ابس يعني ناخد مثلا مثال بريد فاست او جيم بول، في فريق سوفت وير صح. مهم. هو ده مش هو اللي بيليد الشركه، هو بينيبل. فاهم الفكره؟ يمكن. هو قطاع ممكن يس. او فريق ممكن للشركه انها تحقق اهدافها. اوكي. حلو كده. وبالتالي عشان ابدا احط انا اهدافي كقطاع او كفريق سوفت وير في ستارت اب او كقطاع اي تي في كوربريت كبيره، انا ما ببداش من عندي. انت هنا كده في الستارت اب فارق البرودكت تيم عن الاي تي تيم، لا ولا الاثنين واحد بالنسبه لي. الاثنين واحد بالنسبه لك؟ اه كلمه برودكت تيم في ستارت اب معناها ان فريق المنتج بلس المبرمجين والتسترز يعني. لو عايز تفصلهم خلاص خلي يعني خلينا نقول له على السوفت وير تيم. ماشي اه، يعني عشان حلو كده اه حلو قوي هي في عادي. الستارت اب بيبقى صح. يمكن كور بالنسبه لها هي التك، وحواليها بقى الاوبريشن حلو. والليجاليتيز والاتش فريق ار. التك ده في الستارت اب هو في الاخر داعم صح، بيحقق امان الستارت اب. يس. طيب. وبالتالي انا ما اقدرش احط اهدافي انا كقسم سوفت وير او تك ديبارتمنت جوه ستارت اب او قطاع تكنولوجيا معلومات من غير ما اكون اصلا بسيرف البيزنس بتاعي، يعني ده هدف وجودي. احنا قطاع اصلا دوره يمكن اصحاب القرار من تحقيق اهدافهم. حلو قوي. يعني ده مش هينطبق على الاي تي بس، يعني ده كده كل اداره محتاجه تربط نفسها بالبيزنس اوبجيكتيف او بص البيزنس. هقول لك بقى بالظبط كده. بس في ادارات هي نفسها بتسيت الاوبجيكتيف ده زي الاستراتيجي مثلا. لكن في ادارات هي بتتبع الاهداف بتاعت العمل. فاحنا ومش بس كده، احنا كقطاع
كمان بنتبع اهداف باقي القطاعات. يعني هفهمك، هقول لك ليه. اولا انا عاوز احقق اهداف الناس اللي انا شغال معاهم كفريق سوفت وير او قطاع تقنيه معلومات. فببدا بسم الله كده عشان احط انا استراتيجيه السوفت وير تيم بتاعي في الستارت اب او قطاع التقنيه عندي. محتاج اول حاجه اذاكر استراتيجيه البيزنس اللي انا شغال فيه، الامبريلا أفهمها الكبيره. كويس جدا، اعرف البيزنس بيتحرك ايه، انواع الكوربريت استراتيجي اللي هم يشتغلوا بيها، نوع معين من الكوربريت استراتيجي، ولا هم ما اختاروش حاجه من الجراند استراتيجي واختاروا سبيشال استراتيجي قرروا يشتغلوا بيها بدل ما يروحوا للجراند استراتيجي اللي هم ال 12. طب لو في الستارت اب اختارت استراتيجيه معينه، طيب ايه التارجتس اللي هم رايحين يحققوها السنويه او الثلاث على 3 سنين؟ تمام، ايه الاوبجيكتيفز بتاعت المؤسسه بتاعتي؟ فاهم الاستراتيجي. وبالتالي هنا انا محتاج افهم شويه بزنس ترمينولوجيز. يعني ايه استراتيجي؟ يعني ايه بيلرز؟ يعني ايه تارجتس؟ يعني ايه اوبجكتيفز؟ انت فاهم ده على كل المستويات، سواء شركه كبيره او مؤسسه حكوميه او شركه صغيره. فدي اول حاجه محتاج افهمها كويس وادرسها واعرف هم رايحين فين. طيب ده ليه؟ عشان انا في الاخر عايز احط له خطه تقنيه تخليه يحقق اللي هو عايزه. يس. تاني حاجه، محتاج اعمل حاجه اسمها استراتيجي اناليسيس، اعمل اسسمنت للكابابيلتيز بتاعت المكان اللي انا شغال فيه، سواء انا شغال في مؤسسه كبيره او ستارت اب صغيره. محتاج اعرف هو مين البيزنس مين القطاعات اللي احنا بنشتغل معاها، شكل تقسيمه الشركه عامل ازاي، احنا بنبيع ايه للمستخدمين، مين عندي بنية تحتية ولا ما عنديش، عندي سيرفرز ارفع عليها الشغل بتاعي لما احتاجه ولا ما عنديش. فاهم الفكره؟ عندي اوبن سورس تكنولوجيز ولا لا، عندي انترنال اسيت زي الاي ار بي ولا ما عنديش، عندي تيم اصلا سوفت وير ولا ما عنديش، عندي قطاع يدير ناس مديرين شطار ولا ما عنديش مديرين. ده بنسميه عندي فلوس ولا ما عنديش. عندي طبعا لو عندي فلوس، هي بنتحرك في نطاق قد ايه تقريبا. احنا معانا فلوس قد ايه نصرفها على قطاع التقنية فنقدر نحقق اللي انتوا عايزينه. ده كلها بشوف ان انا بقول ايه، انا كده بعمل از اسسمنت، تقييم للوضع الحالي والكابابيلتيز بتاعت الشركة اللي انا محتاج ايه ابص عليها. حلو ده. بعد كده كل ده عشان ابدا اشوف ازاي هبدا ارص احتياجات، مش انا هدفي في الاخر قطاع ممكن سواء سوفت وير تيم او اي تي ديبارتمنت او اي تي سيكتور، عاوز احقق طلبات الناس طلبات الشركه، صح؟ طيب انا عرفت الفيجن وعرفت البيزنس كابابيلتيز والاسسمنت اللي انا عملته عن الشركه. محتاج كمان افهم البيزنس نيدز بتاعت الاقسام المختلفه. ما انا عندي قطاعات، عندي اوبريشن زي ما انت قلت، عندي كوميرشال ممكن يكون سيلز او ماركتنج، عندي اتش ار، عندي فاينانس واكاونتنج، عندي ممكن يكون في مؤسسه كبيره فعندي قطاع السيفتي الهيلث والسيفتي، عندي قطاع انجينيرنج انفراستراكشر، وات ايفر عندك ايه من القطاعات. كل قطاع من دول هو في الاخر عنده احتياج عشان يساعده في تحقيق اهداف الشركه. وبل قد يكون ان كل قسم من دول عنده هدف شخصي مش شخصي يعني بيرسون، لا، هدف يخص القسم بتاعه. حتى الستارت ابس لما بتحط اهداف، عندها اهداف بيعيه، عاوز احقق مبيعات السنه دي كذا، اهداف ماليه، عايز اكولكت كاش بشكل معين سواء فند ريزنج او اكولكت اخد قرض حسن او ادخل حد يشتري حصه وات ايفر اللي هيحصل. تمام. او عنده اهداف تشغيليه، انا عايز اقلل التكلفه بتاعتي. فدي كلها اهداف هتلاقي منها اللي ينقطع مع قسم الاوبريشن، اللي ينقطع مع قسم الاتش ار. الاتش ار عاوز يسرع الهايرنج بروسيس، عاوز يقلل الويست بتاع مش عارف السكريننج تايم مثلا يعني. فدول انا محتاج اقعد مع الاقسام المختلفه اللي هم اوريدي مندرجين من هيكل الشركه. تمام. فابدا افهم احتياجات كل قسم، وخليك انا بتكلم كاحتياجات كنيدز. انا مش بفكر ازاي احل مشكلته دلوقتي، انا بس بفهم هو ايه مشكلته وهو ايه النيد اللي عاوز يعمل لها فولفيلمنت يحققها ويقفل. حلو يس. كده. طيب كمان انا كقطاع نفسي او انا كفريق سوفت وير عندي انا كمان احتياجات زي ما انت قلت. عندي تكنولوجيا قديمه عاوز اغيرها، انا شايف في المستقبل ترند طالع اسمه الاي اي، عاوز انجكته عشان ابدا ايوز الترند بتاع التكنولوجي. عاوز في حاجه مثلا تكنولوجي اسمها لو كود مثلا، عاوز ابدا انجكتها عندي.
احنا كده عشان السؤال بتاع ابو خضرة، ان احنا بعد ما درسنا الاز از عايزين الاز تو بي اللي احنا عايزين لسه نوصل مش له. الاس تو بي، انا كده ما عنديش اس تو بي لسه. انت انا لسه انا فهمت استراتيجيه الشركه، انا كده عاوز اعمل استراتيجيه لي انا كاي تي او سوفت وير تيم، صح؟ فهمت استراتيجيه الشركه، قيمت الوضع الحالي من امكانيات الشركه سواء بني ادمين او غير او نون هيومن ريسورسز، فلوس، اجهزه، فهمت الشركه بتبيع ازاي، السيرفيس بتاعتها بتقدم ايه، من العميل بتاعي، فهمت الامكانيات بتاعت الشركه. أيوة. تاني حاجة قعدت مع الأقسام اللي داخل الشركة عشان أفهم احتياجاتهم اللي هي مندرجة من احتياج الشركة الأصلي، اللي بتساعدهم يحققوا الهدف. من الشركة مثلا بتقول والله احنا عايزين السنة دي نبيع ب 20 مليار. طيب أنا كاتش ار محتاج بقى عشان أجيب لك ناس تساعدك تحقق ال 20 مليار، عندي احتياجات. يس. عاوز يا سيدي عاوز سيستم أشتغل بيه في الاتش ار. عندي مشكلة إن ما عنديش كاميرات في المخازن مثلا. هتلاقي كل قسم عنده إيه؟ عنده احتياجات، فبفهم احتياجات الأقسام. رابع أيوة. حاجه بقى، احتياجات قسم الاي تي نفسها موجوده برضه زي ما انت قلت مهم. كده. انا عندي ترند طالع اسمه الاي اي، انا دوري اذاكر الترند ده واشوف انا كاي تي محتاج اطور ايه في المكان بتاعي. انا شركه انا ستارت اب، فعاوز اعمل اجزاء معينه اعمل لها ريفاكتورنج في السوفت وير. مهم. عاوز ابدا انتروديوس طريقه برمجه معينه، مثلا بي دي دي ولا تيست دريفن ديفلوبمنت ولا ايفر، هنشتغل بايه. عاوز اعلي اليونت تيست كفرج عشان اساعد في الاستابيليتي بتاعتي، عشان ده يخدم على اللي هيحصل من الجروث او السكيلابيليتي اللي هتحصل في المبيعات. مهم. عاوز اعلي سيستم بيرفورمانس، فعاوز ابني حته في الداتا بيز ستراكشر. في تكنولوجي زي ما قلت لك لو كود مثلا طلعت، ار بي اي وات ايفر التكنولوجي طلعت، فانا عايز انجكت شويه حاجات انا كمان كاي تي، مهم. مش مزاجي، ده برضو بهدف ان انا احقق واساعد واقوم بدوري في تلبيه البيزنس. احتياجات القطاعات اللي حواليا او الاقسام المساعده ليا، اللي هم اوريدي كلهم بيشتركوا في تحقيق البيزنس نفسه بتاعت واهدافه. الشركة. يس. كده انا كقطاع تقنيه او فريق سوفت وير جمعت كل المتطلبات. مهم. واغلب الناس بتعرف تعمل لحد هنا، يعني كل الاي تي كونسلتنتس او الديجيتال ترانسفورميشن زي ما بيقولوا عليهم كونسلتنتس، او وات ايفر الكونسلتنت اللي هتجيبه، او حتى البلاننج كونسلتنت او الاي تي استراتيجيست كونسلتنت، معظمهم بيعمل لحد هنا 10 على 10 من وجهة نظري يعني. وده بتلاقيه ميك سنس. انا عاوز اعرف احط خطه، فتقول يا جماعه انتوا عايزين مني ايه عشان احط لكم ليه خطه اصلا، ما انا لازم اعرف ايه اللي انتوا عايزينه، صح؟ فدي ستيبس عشان اجمع احتياجات الاقسام اللي هي بتتناسب او بتكون ريليفنت لاحتياجات الشركه، عشان ابدا احط لها خطه احققها او اعمل لها استراتيجي. عندي بقى هنا حاجتين، ودول مربط الفرس اللي مش كل الناس بتعملهم بقى. طيب هو انا ايه اللي انا مفروض اعمله بالحاجات دي عشان اقول انا عندي خطه كويسه؟ مهم. المفروض اطلع بتقدر تقول كده حاجه بيسموها رود ماب، جدول فيه شويه مجموعه حاجات انا هعملها مجدوله او مرتبه بترتيب الزمن اللي انا هعمله. يعني مثلا والله انا بعمل خطه تقنيه او سوفت وير استراتيجي او اي تي استراتيجي لمده سنتين او 3 سنين او سنه، محتاج ابقى عندي على مدار السنه مجموعه اكتيفيتيز مرصوده على مدار الشهور اللي انا هشتغلها، حلو كده، او على مدار كل ربع سنه لو انا بشتغل في سكيل اكبر شويه 3 سنين مثلا 5 سنين، او على مدار كل نص سنه، مش مهم ايه، بس يكونوا مترتبين بالزمن. يعني والله سنه 25، الربع الاول هعمل كذا، الربع الثاني هعمل كذا، الربع الثالث هعمل كذا، الربع الرابع هعمل كذا. ده المخرج اللي انا عاوز اخرجه في الاخر، مهم. حلو كده. واعمل كذا ده هو حل انا هعمله يلبي الاحتياج اللي احنا جمعناه في الاول من كل الايه اللي احنا قلنا عليه ده. بس في خطوتين مهمين قوي الناس محتاجه تعملهم قبل ما نطلع بالشكل ده. طيب مهم. اول حاجه، بما ان انت جمعت لسته المتطلبات اللي احنا قلنا عليها من كل الناس، ودي اكتر حاجه بشوفها من خبرتي هيدن في عند معظم الناس، ان انا محتاج اعمل حاجه اسمها تريسابيليتي ماتريكس أيوة. للريكويرمنتس اللي انا جمعتها. انا جمعت مجموعه متطلبات كتير قوي، محتاج بقى انا اقعد مع نفسي اعمل لها مانجمنت. يعني ايه مانجمنت للمتطلبات او للريكويرمنتس دي؟ احنا خلاك دي مش سولوشنز، دي مش سوفت وير، دي مش اسماء سوفت وير، دي احتياجات احنا عايزين نعملها، صح؟ مهم. فممكن احتياجين مع بعض احلهم بحل واحد، وممكن 5 حلول احلهم بحل واحد، وممكن حلين مش هعرف احلهم ولا ابدا فيهم غير لما احل مشكله هي المتسببه فيهم. جميل. فاهم الفكره ده؟ فانا محتاج اذاكر الاحتياجات اللي انا جمعتها،
وابدا اربط العلاقات الريليشن شيبس ما بينها وبين بعض، والديبندنسز بينها وبين بعض. بنعمل حاجه اسمها تريسابيليتي ماتريكس. ارص الاحتياجات كده كلها مع بعض، وابقى عندي كل احتياج مين اللي قاله، مين اللي جابه، مين الستيك هولدر اللي طلبه، او انهي قسم اللي طلبه. حلو. الاحتياج ده مرتبط بانهي احتياج تاني، اصلا ممكن قسمين يطلبوا نفس الحاجه، ما انت بتدوكمنت الحاجه دي. فتلاقي للاسف عدم وجود تريسابيليتي ماتريكس. والله تلاقي الكونسلتنت عملوا اتنين ابلكيشن لقسمين مختلفين. كل واحد مثلا بتاع الاتش ار قرر ان انا عايز اعمل ابلكيشن يخدم على كل موظفين الاتش ار. يا سلام، جميله جدا، شكلها حلو، صح؟ ترانسفورميشن جميل. ماشي يا سيدي، هنعمل ان شاء الله سوفت وير جميل ونديه للموظفين يستخدموه. تلاقي بقى قطاع الصحه والسلامه قال لك انا كمان عايز اعمل ابلكيشن اديه لنفس الموظفين عشان يلتزموا بتعليم الصحه والسلامه المهنيه، ولو في مشكله يبلغوا عنها. فالموظف بقى معاه اتنين ابلكيشن. اجي بقى قسم فاهم الفاينانس قال لك انت لما تحب بقى تشوف الراتب بتاعك، ولا مثلا يعني نديكم مثال تاني، عاوز تقدم على سولفه ولا حاجه، نفترض ان هو ما قدمش على اتش ار، يعني هديك مثال تاني. او مثلا قطاع التشغيل المخازن، احنا بقى العماله اللي عايزين يستلموا ويشتغلوا على الطرود في مخازن الشحن، فانا قسم الاوبريشن كمان عايز اعمل ابلكيشن عشان العمال يشتغل. فالعامل يا عيني البسيط اللي احنا اصلا مش فاهمين البرسونا بتاعته وما جهزناش عنده داتا ابلكيشن. وهلم جرى كل ما القطاعات تكتر تكتر تكتر، يا عيني الراجل اللي عمال الموظف الغلبان ياخد على وشه، والناس محدش مراعي ان كان في تريسابيليتي ماتريكس. ان كل ده كان ممكن، هم صحيح اربع خمس احتياجات، بس كنا ممكن نخلق وان سولوشن يكفر كل النيدز دي. انا هفهم الكلام ده منين؟ في التول الاشهر اللي بتساعدني اتريس الكلام ده، واتريس الريكويرمنت، اتريس الريليشن شيبس بينها وبين بعض، اتريس الديبندنسز بين الريكويرمنتس وبعض من كل الاقسام، اسمها تريسابيلتي ماتريكس. ودي زي ما زمايلنا بيقولوا في الشات ان ده من اصعب الاجزاء او من اصعب الاكتيفيتيز انت ممكن تمر بيها. محتاجه وعي كبير جدا بالبيزنس بالاورج تشارت عموما، بقطاعات الشركه، بالخدمات اللي قدمها الشركه، مذاكره البيرسوناز والستيك هولدرز، مذاكره البنيه التحتيه او المؤسسيه والتحتيه للشركه اللي هي الانتربرايز اركتكشر. ولو احنا شغالين على ستارت اب، محتاج افهم الدنيا دايره ازاي جوه الشركه، جوه الستارت اب، هو ايه البيزنس موديل بتاعي. ابقى فاهم البيزنس موديل كانفاس زي ما الكتاب بيقول في البي ام سي، فاهم مين البارتنرز بتوعي، فاهم مين ال الفاليوز الفاليبل بوزيشن، فاهم يعني فاهم كل كان الاجزاء في ريسورس. التسعه بتوع البي ام سي. فاهم فكرة؟ فهمي للحاجات دي، انا قادر استوعب شكل الشركه، وبالتالي لما يكون عندي احتياجات من اقسام مختلفه انا قادر اعمل لها مانجمنت وتريسنج، واربط الريليشنز بينها وبين بعض، واحدد الديبندنسز بينها وبين بعض. حلو كده؟ طيب، تاني حاجه احنا كده جبنا التريسابيلتي. ده اول جزء في المانجنج ريكويرمنت بتاعك اللي انت جمعتها عشان تبني الاستراتيجي بتاعت القطاع السوفت وير بتاعك او قسم السوفت وير. والكلام ده ينطبق على كل الناس، ينطبق لو عندك تيم صغير 5 افراد، ينطبق لو عندك تيم مكون من 2000 فرد. بس كل واحد هيبقى عنده ايه، الورقه صغيره والورقه كبيره، مفيش فرق. تمام. في واحد يعملها بسرعه عشان الليسته صغيره بعينه كده هيجيبها بسرعه، في واحد لا، محتاج يكون فاهم التريسابيلتي ماتريكس بتشتغل ازاي، وازاي اشتغل عليها واحللها والى اخره. تاني حاجه بقى، بعد ما جمعت التريسابيلتي عندك وعرفت كل متطلب بيربط مع التاني ازاي وعلاقاته، محتاج اعمل عليهم بريوريتيزيشن. ما هم مش كلهم ليهم نفس الاولويه. وهنا الغلطه اللي بنقع فيها، احنا بنشتغل بالهايب اللي هو هايست بيرسون ان ذا روم. اعلى واحد بياخد مرتب الكبير هنا هو اللي بيحدد. تمام. والله صاحب الشركه قال لك دي احسن حاجه، وممكن يكون صح عادي، مش احنا مش بنتكلم في النتيجه، في الاسيست. الكونسيكونس، بس احنا بنتكلم في الطريقه. فتلاقي معظم الاستراتيجيست اللي بيشتغلوا يفتقد لقدره على انشاء بريوريتيزيشن موديل يناسب طبيعه الصناعه اللي هو شغال فيها وحجم المؤسسه بتاعته. والموديلز كتير بقى، منها ما يناسب لو احنا شغالين في تك ستارت اب على برودكت، ومنها ما يناسب اللي احنا شغالين في قطاع كبير في كوربريت. نختار موديل يناسب، وناخد مثلا الويتد سكور موديل، او لو احنا عندنا اي موديل تاني يناسب الستارت ابس، او نخترع احنا موديل، مفيش مشكله. ودايما من ضمن الاخطاء الشائعه اللي بيقع فيها الاستراتيجيست وهم بيعملوا البيترايزيشن لان احتياجات القطاعات عشان يعمل سوفت وير او اي تي استراتيجي،
بيفقد العوامل اللي بتأثر على ترتيب الأولويات. طب إيه زي ايه يا عم معاذ مثلا؟ يعني مثلا تقول لك ايه اهم طلب لاهم قطاع عندنا؟ يقول لك الاعلى بينفيت. مش شرط. طب ليه؟ عشان البينفيت ده فاكتور واحد من 8 9 فاكتورز، او عامل من 8 9 عوامل بيؤثر على ترتيب الاولويات. انا بس. ممكن اكون عندي الديبندنسي عامل، يعني حاجه الفاليو بتاعتها 10، لو احنا بنقول مثلا من 1 ل 10 على مقياس 10، حاجه البينفيت بتاعتها 10 هاي فاليو بالنسبه لي، حلو، وما اعرفش اديها هاي بريورتي. في ليه ديبندنت بقى؟ كتير عشان قبل. في عامل اسمه الديبندنسي، عشان تحقق دي محتاج تقوم بتاسك هي اصلا مش بتاد فاليو مباشره ما عندهاش بينفيت للاداره العليا. على سبيل المثال، تلاقي السي تي او او التك ليد عاوز يعمل ريفاكتور في موديل مهم، ما يقدرش يطلع للنيو موديل من غيره. فتلاقي الناس مش قادره تحس بالفاليو والبينفيت بتاع الموديل ده، لان هو ما عندوش بينفيت مباشره، لكن الحقيقه هو هنا عنده ديبندنسي فاكتور مخليه ياخد الهايست بريورتي دلوقتي. طب ده نوع من عامل مثلا تاني البينالتي. انا شغال في المملكه وعندي شركه وستارت اب وشغاله، بس للاسف مش رابط السوفت وير بتاعي بهيئه الزكاه والضريبه. اتفاجئت ان اسمي نزل في القائمه الجايه من الشركات اللي لازم تربط في شهر 6 الجاي. خلاص، هايست برايورتي خلاص. بينالتي، ما فيهاش فاليو، مفيش اي بينفيت ليا، مفيش اي ديبندنسيز خالص، بس انا هتحبس لو ما عملتهاش. او طلع لي ريجوليشنز جديده من السايبر سيكيورتي. احنا مثلا عندنا، انا شغال في قطاع حكومي مثلا، لو انا فرد شغال في قطاع حكومي وعندي شغالين مثلا، عارفين ان احنا دوله ذات سياده ووضعنا مهم في العالم، فجو السايبر سيكيورتي ديبارتمنت في البلد او في الحكومه قال كل القطاعات تطبق دي فورا، عشان دي ريجوليشنز كل الناس لازم تعمل عليها كوميتمنت، فعلى البريورتي بتاعتها. فممكن تلاقي عوامل كتير، ممكن حاجه ليها هاي بينفيت جدا جدا بس عندها هاي ريسك قوي، ويأثر لك في ستابيليتي البيزنس كله، وانت اصلا تيك ستارت اب. فلو طلعت باللي يحصل ده، مثلا عاوز تعمل مثلا لايف شات مع العملاء مثلا، فانت ما عندكش تكنيكال كابابيلتيز، تيم جامد يحقق الحاجه اللي انت عايز تعمل لايف شات، وما عندكش مسجنج كيو مثلا، او كيو مسجز، كيوينج مسجنج يعني للسوفت وير. ده تقنيه بتدير قصه اللايف شات. فلقيت نفسك خلاص في هاي ريسك مع عندي هاي فاليو بالنسبه لك. فاهم الفكره؟ فدي بعض العوامل اللي بيغفل عنها او اللي بتهمل، وبنركز في عامل واحد بس اللي بيجيب فلوس، مع ان اصلا ممكن تكون استراتيجيه الشركه مش الفلوس، ممكن يكون استراتيجيه الشركه اصلا الجروث. ممكن يكون استراتيجيه الشركه الفتره دي او السنه، احنا بنركز قوي على خدمه العملاء، احنا عايزين نعلي الكاستمر ساتسفاكشن بتاعنا ونعلي الريتنشن بتاع الناس بتوعنا. فلازم اخد العوامل دي كلها عندي، فانا كده عرفت اجمع المتطلبات بتاعتي المتناسبه مع الاستراتيجيه بتاعت المكان اللي انا شغال فيه. انا بتكلم كسوفت وير تيم او قطاع تقنيه معلومات، وقدرت احطها في التريسابيلتي ماتريكس مظبوطه، اللي من ضمنها طلبات الاي تي برضه. احنا قلنا انا عندي طلبات انا كمان، جزء من. وكمان وكمان عملت لها التريسابيلتي ماتريكس مظبوطه، عملت الريليشنز والديبندنس، وكمان قدرت اعمل لها بريورتيزيشن اكوردنج تو بريورتي موديل اتفقنا عليه يناسب الشركه والصناعه اللي احنا شغالين فيها. حلو قوي. يعني احنا كده من اول ما عرفنا يعني ايه استراتيجي، احنا فين وعايزين نروح فين وهنروح له ازاي. وبعدين بدأنا بالبيزنس اناليسز، ان احنا نعمل requirements gathering او requirements elicitation، اللي هي نستجوب كل تيم احنا هناخد منه الطلبات بتاعته. حطينا كل صح. ده في requirements traceability matrix، اللي هي المصفوفة اللي بترتب لي طلبات كل إدارة، وارتباط الطلبات دي ببعض، ومين الستيك هولدر اللي لو احتجت كلاريفيكيشن على حاجه ارجع له تاني، ومين اللي قالها وقالها امتى، وفي صح. اجتماع ومعايا مينتس اوف ميتنج لكل الحاجات دي. كل ده يبقى دوكيومنتد. صح. بعدين عملت البرايورتايزيشن، اعاده ترتيب الاولويات لكل الحاجات دي. كلها حلو. مهمه، كلها جميله، وكلها بتاد فاليو، بس هنبدا بايه؟ احنا عندنا ليميتد ريسورسز، مش هنقدر نعملهم صح. كلهم في نفس الوقت. جميل قوي. حلو قوي. انا بس ممتاز. حابب الخص بالعكس، الله يكرمك، انا كده عندي الليسته جاهزه. كده نعمل عندي ايه. احتياجات البني ادمين اللي هم طالبينها من قطاع التقنيه او من السوفت وير تيم مرتبه، وعارف الكونكشنز بينها وبين بعض ازاي. حلو. هبدا اشتغل عليها، افكر بقى في مجموعه سولوشنز تناسب الاحتياجات دي.
طيب السولوشن ده بيتحدد بناء على ايه؟ والله احنا الفلوس اللي معانا قد ايه؟ الكابيتس بتاعتنا قادره تتعامل وتنبورد السولوشن ده ولا لا؟ ممكن نعمله انترنال، نعمله كاستم ديفلوبمنت. ممكن اجيب سولوشنز جاهزه من بره، برودكتس اون شيلف اركبها، اون شيلف اركبها. هبدا اشوف كمان ايه بنسميه بقى التشينج استراتيجي. ابدا اشوف الالترناتيفز المتاحه في الماركت من الفيندورز او الناس السبلايرز المتاحين. عاوز اشتري برنترات، في كام مهم. برنتر في الماركت؟ اعمل بقى الماركت اناليسيس بتاعي، او اعمل السبلايرز، او اشوف البنش مارك، الناس اللي شبهي بيحلوها ازاي، ايه احسن منتجات في السوق بتعمل الكلام ده. او اقول والله لا، الجزء ده احنا هنعمل له سولوشن متخصص، احنا هنعمله تيلورد وكاستم في السوفت وير عندنا في قطاع التقنيه او في السوفت وير تيم يعملوا لنا. وابدا اسيت شويه سولوشنز. تمام. ممكن سولوشن واحد يقفل لي 3 4 حاجات، ده عادي جدا. ده بقى فايده الريكويرمنتس تريسابيلتي ماتريكس اه، ده. ما انت خلاص عرفت ان ال3 حاجات دول تمام تبع بعض. هاي. دول عشان افكر فيهم اخلص دي الاول، هم مترتبين عندي. مهم. تمام. وممكن ده لما اقترح، لما ابدا اليست السولوشنز اللي تناسب الاحتياجات، الاقي ان الكوست بتاع الحاجات دي يخليني اعيد التفكير في بعض ترتيب الاولويات تاني. يس. ليه بقى؟ والله انا كانت دي اهم حاجه عندي فعلا، بس اكتشفت لما جيت اشوف السولوشن اللي انا استخدمه. احنا طبعا بنتكلم عن اي تي، فغالبا هنتكلم على سوفت وير او هاردوير، يعني خلاص احنا مش يس. بنتكلم بقى على اي استراتيجي. فإن ان الجهاز اللي انا هجيبه غالي جدا، او السوفت وير اللي انا هعمله مش نافع. يعني مثلا على سبيل المثال، كنا شغالين مع كلاينت قبل كده، فالراجل طلب انه يعمل سوفت وير يبقى كونكتد بالساتلايت عشان يتابع في الجي اي اس مدى تقدم المباني الانشائيه في الاراضي، في الاماكن بتاعته. يعني فقلنا له طب ما تركب كاميرا خلاص. مش لان لازم الكوست بتاع جي اي اس سيستم كامل يعني الكوست بتاع الحاجه دي عالي جدا، فالراجل خلى دي لو بريورتي، بعد كده هي بالنسبه له اهم حاجه. مم. فده ليه؟ لان زي ما قلت لك مش شرط الحاجه اللي بتحقق له البينفيت اللي هو عايزها يوافق عليها من اول مره، ان هي ليه؟ في عوامل تانيه بتحدد البريورتي، منها الكوست، منها الريسك. وهو ده دور الديجيتال ترانسفورميشن كونسلتنت او الاي تي طبعا. كونسلتنت هنا. او الاي تي استراتيجيست، او اي حد هيقوم بالمهمه دي مش مهم، او الانتربرايز اركتكت مش مهم هيكون مين، يعني مش فارق قوي. هي البيزنس بيبقى عنده احلام واماني وما يعرفش صح. تنفيذها وطريقتها وتكلفتها، فده بقى دور الاي تي ارم بتاعه ان هو ازاي يصلحها بالظبط. انا بعد كده ببقى بدل ما كان عندي ليست ريكويرمنتس، يعني التريسابيلتي في الاول كانت عباره عن ايه؟ مجموعه ريكويرمنتس وعلاقتها ببعض، صح؟ له. التريسابيلتي بقى فيها جزء تاني خاص بالسولوشن. يعني التريسابيلتي لو احنا المصفوفه دي جدول يبدا من الشمال لليمين، فهو من الاول يبدا ايه؟ بالمتطلبات وعلاقتها ببعض، ومين بيعتمد على مين، مين مرتبط بمين، صح؟ كده بحط سولوشنز تحقق الطلبات دي. فبيبقى عندك بقى التريسابيلتي الكامله، ان انت عندك المتطلبات بالحلول بتاعتها، ومين بيعتمد بالريليشن شيبس اللي بينها وبين بعض، وبالديبندنس اللي بينها وبين بعض. ف وبالكوست كمان، او بكوست تقريبي، لان احنا شغالين طبعا في نولج او صناعه تقريبيه، كل حاجه تقريبي، ما عندناش اكيوريت، لان احنا في الاخر بنعمل بادجيتنج، خطه، فخطه تقديريه، فالبادجت تقديريه، عندنا كل حاجه تقديريه. فبقى عندي دي بقى بنسميها انيشيتيف. انا طلعت كده مثلا ايه؟ بمبادره عاوز اعالج فيها الاهداف، عندي اهداف احل كذا وكذا وكذا، دي نسميها مبادره. المبادره دي ممكن تقوم كلها في مشروع واحد، يقفل لك المبادره كلها. وممكن المبادره دي يقول لك لا احنا عايزينها كلها بروجرام، يعني مثلا 3 4 مشاريع يبقى تحت بروجرام واحد. لا والله احنا عايزينها بورتفوليو كبير، يكون تحتيه مجموعه بروجرامز، وكل بروجرام تحتيه مجموعه مشاريع، يقفلوا 5 6 مبادرات مع بعض. عادي، ده كله نظام اداري طبقا لنظام الاداره بتاعت المشروعات او الانيشيتيفز اللي احنا طلعناها. حلو كده. ونبدا لما جمعنا المتطلبات دي وربطناها ببعض وعملنا لها تدول، وصلناها لشكل ما ان هي مبادرات، ورتبناها وحطينا حلول او سولوشنز باستيميتد بادجت لكل سولوشن، بقى عندي شبه، وعندي الاولويات، ومع البادجت او الكوست اللي احنا بنحاول نستيميت البادجت، بنحط كمان نستيميت التايم بتاع الحل. انا عندي المشكله، عرفت الحل بتاعها اللي انا بحاول اوصل له، طرحته، عرفت البادجت اللي انا محتاجها عشان انفذ الحل ده تقريبا قد ايه، ومعايا الوقت كمان اللي انا محتاجه تقريبا عشان انفذ الحل ده. يس. دخول عامل الوقت
على التريسابيلتي ماتريكس يخليك ممكن تفكر في الفيتورايزيشن تاني. مصر. لان انا عندي عامل من عوامل ترتيب الاولويات اسمه الايفورت. حلو كده. فالايفورت ده مرتبط بالوقت، فممكن ارجع اعيد ترتيب الاولويات من تاني بعد ما اعرف السولوشن والتايم والكوست بتاعه. وصلنا للشكل النهائي، دي كده اسمها رود ماب. بقى عندي المشاكل او الاحتياجات اللي انا جمعتها التي تمثلت في ريكويرمنتس خاصه بالشركه والقطاعات المختلفه وقطاع الاي تي، جمعتها، ربطتهم ببعض، خرجت عملت لهم تقدر تقول كاتيجورايزيشن كده او كونكتنج على شكل انيشيتيفز. كل انيشيتيف ليها سولوشن بيقفلها او مجموعه سولوشنز بتقفلها، مفيش مشكله. كل سولوشن ليه بادجت استيميتد وتايم استيميتد، تمام، وليه اولويه. فانت لما تحط بقى المشروع ده، هو ليه اولويه هياخد 6 شهور، طب وتاني واحد بعديه هياخد سنه، فخلاص ما انت بادئ من 26، فمن ده الاول فده هيخلص في اول نص في 26، واللي بعديه سنه فيخلص في النص الاول من 27. فلما تمشي كده يطلع لك ايه بقى؟ حاجه اسمها الجانت تشارت. انا عندي مجموعه المشاكل مقابلها مجموعه الحلول، كل حاجه بالتايم والكوست التقريبي، موزعه على الزمن اللي احنا قررنا نعمل استراتيجي لمده 5 سنين او 3 سنين، او احنا سوفت وير تيم صغير بنعمل خطه سوفت وير تيم صغير لمده 6 شهور او سنه. الناس كمان ممكن تعمل الموافقه المبدئيه على الرود ماب من غير التايم والكوست، بالاولويه بس. انا عاوز احقق ده الاول، بعد كده ده، بعد كده ده، مش مشكله، هنرجع للتايم. بيحط رفلي استيميشنز كده، ويرجع يفكر فيها تاني وابروف تاني، مفيش مشكله. او يرجع يابروف التايم من غير الكوست ويقول لك هنناقش البادجت بعدين، بس حط لي وده الاستراتيجي. بيجاوب على السؤال اللي لسه جاي، اللي هو ليه بيحصل سكادول كريب او سكوب كريب. ان انت ممكن ما تبقاش قررت ان بص شوف، من غير ما يبقى معاك كل التفاصيل. احنا شغالين في حاجه اسمها نولج ورك. صناعه التقنيه عموما صناعه معرفيه تمتاز. مش بنتكلم على الهاردوير شويه، مش نولج ورك حاجه بتشتريها وبتسيت اب وخلاص. بنتكلم الديجيتال ترانسفورميشن في العموم صناعه معرفيه، عامله زي الكلام اللي احنا بنتكلمه ده. انا مش عارف محمد يسالني في ايه وانا مش عارف اجاوب في ايه اصلا. انا محضر حاجات بس غالبا انا قلت حاجه اللي انا محضرها عادي جدا. اه مشيت في سام هاو نفس السياق العام، لكن كالفاظ ده دي جمل مستحيل اكون مشيت بنفس الكلام. الصناعه المعرفيه ما بتبقاش عارف الاوتبوت، تمتاز بالانون اوتبوت، بتمتاز بان هي نون تانجبل او انتانجبل اوتبوت، مش ممسوك في ايدك، بتستدعي تغييرات بسرعه بسبب تقدم التكنولوجي. فالتشينج يبقى كوست مش يعني غير لي السوفت وير ده، غير لي الكود ده، امسح لي الوورد دوكيمنت دي. زمان كنا بنقيشه على الحجر، فتقول له غير الحجر، لا غير الحجر، غير. احنا هنا مش في الشيء، مش بنشيش، فاهم؟ ده احنا كاتبين على الحجر. يعني ايه يعني ايه غير حجر رشيد؟ يعني مش فاهم. ده بيتنحت، انت متخيل بياخد وقت قد ايه؟ طب لما طلع الورق البردي، لا قطع الورق البردي. طب لما طلع الوورد دوكيمنت، يا راجل ده باك سبيس هتمسح كده وتغير، ما انت ما تكبرش الموضوع. فتلاقي الماركتيرز يعني طالع عينيهم عمال يكتب بيس اوف كونتنت ويغيرها، الديزاينرز طالع عينيهم يغير لوجو ويصغر لوجو، المبرمج يعني عمال يعيد الكود من الاول، فاهم ليه؟ الصناعه المعرفيه كده محدش عارف يحكم عليها غير لما يشوفها. فاحنا بنحاول نحط حاجات تقديريه وتقريبيه، لكن احنا عارفين انها تتغير اصلا. فبما عندنا البيز بتاعها الانيشال ستيب اللي احنا هنبدا بيه، وعندنا باوندرز عامه، ولما بنتحرك اكوردنج تو فاليو مش سكوب، بنعرف نقفل الجزء بتاع الكريد ده كويس قوي. فانا كده خلاص بقى عندي الرود ماب كامله، اقدر اوافق على الرود ماب دي حتى لو ما عنديش الكوست استيميشن او البادجت، بس موافق عليها اكوردنج تو تقدير الخبراء. لان برضه هنا بيتحكم في حاجه اسمها الجادجمنت، الاكسبرت جادجنج، ان الاكسبرتس هو عارف النوع ده غالبا من السوفت وير من 6 ل 8 شهور، فتلاقيه راح حاطه تقريبا في 8 شهور. فتلاقيه عرف يجيب الاستيميشن، خصوصا لو دي صناعته هو متخصص فيها، وتلاقي ده هو جايبين كونسلتنت خاص بالديجيتال ترانزيشن. عشان ايه؟ عشان دي صناعتنا احنا بتوع سوفت وير، فاحنا قادرين نقول لك تقريبا بيخلص في النوع ده بيخلص في اقل من سنتين. ما في السي ار ام سنتين من الاخر. جربنا، فاهم؟ وات ايفر الصناعه والدومين مش فارق. فممكن نابروف الرود ماب كلها من غير البادجت عادي، وليتر اون نطلع نقترح بادجت على الادارات، ونشوف كل اداره عندها بادجت كام. احنا هنتكلم في قطاع كبير. لو تيم صغير من الاخر بنروح للسي او، معاك كام يا معلم عشان نحقق لك الكلام ده؟ معاك فلوس ولا نخش على تيم فورست؟ فاهم يعني من الاخر. هنجيب شركه تشتغل ونعين رجاله حلوه، ولا هنجيب فريلانسرز على خمسات؟ فاهم كده يعني. بس الكونسبت واحد. انت في الاخر خدت النيدز، رصيتها، عملت الانيشيتيفز او الاحتياج او المبادرات،
عملتها سولوشنز، رتبتهم، حطيت التايم استيميشن، في الاخر شفت الدنيا المتاح كام، البادجت ايه الدنيا، فركبت دي على دي ومفترض تمشي معاك يعني. اول ما بتابروف الكلام ده كله، خلاص انت كده غالبا عندك اي تي استراتيجي او سوفت وير تيم استراتيجي كامله مظبوطه. نبدا نشتغل عليها تنفيذ بقى. التنفيذ ده مش عند التيم اللي بيخطط. الشركات الكبيره قوي او القطاعات الكبيره بيبقى غالبا الاي تي بلاننج غير، ملوش علاقه بالابلكيشن ولا الانفرا ولا الاي تي بي ام او، قطاع اداره المشاريع او مكتب اداره المشاريع. وفي الستارت ابس غالبا لو العمل ده السي تي او، فخلاص هو بيروح ينفذها عادي مش مشكله. ده طبيعي جدا، لان اصلا ما فيش كونسيبت، هو غالبا منتج واحد لو احنا ستارت اب صغيره او ستارت اب عموما تيك ستارت اب. فعملنا رود ماب، وده بيلمس قوي مع البرودكت رود ماب. يعني بتلاقي دايما السوفت وير استراتيجي هي تقريبا 90% هي مشتركه مع البرودكت رود ماب. 10% ممكن تلاقيهم بقى عايزين نجيب كاميرات، اصلا الموظفين ما عندهمش بصمه يعني، لكن 90% هي برودكت رود ماب. فكده احنا وصلنا لرود ماب كامله او استراتيجيه، سواء ستارت اب او كوربريت. محتاجين نبدا نعمل لها بقى خطه تنفيذيه. في الشركات الصغيره بنقول يلا نشتغل، تعالى نعمل سبرنتس ونتحرك ونشتغل نحقق الخطه بتاعتنا، الرود ماب نحققها بتاعت البرودكت. في القطاعات الكبيره تعالى نبدا بقى نعمل تكتيكال بلان واوبريشنال بلان. دي بنسميها استراتيجيك اي تي استراتيجيك بلان. ده ليفل اعلى. في ليفل اقل منه اسمه اي تي تكتيكال بلان، ليفل اقل شويه في التفاصيل، يدي هاي ليفل كده وباوندرز وينزل الاوبريشنال بلان بقى الدي تو دي بقى. احنا عندنا كيك اوف النهارده، مدير المشروع فلان، هنجيب الفندور الفلاني، هنستارت اهو البي ار دي اهو خلص، ونبدا تفاصيل بقى اوبريشن بقى دي تو دي. فده كده يعني احنا حققنا الحمد لله، مبروك يعني، عملنا ليست. بقى معانا استراتيجي، وفاضل ايه؟ نشمر وننفذ بقى الاوبريشن بتاعتنا ايوه بالتفاصيل. جميل الفرق ما بين الستارت اب وحجم اعمالها، وقد ايه ان البرودكت رود ماب تقريبا بتوفرلاب بشكل كبير مع الاي تي رود ماب. وفي المقابل عندنا الشركات الكبيرة، لا، انت ممكن تبقى الموضوع اوسع من كده، ويبقى في عندك اس ام او ولا اي تي، ولا التيم بتاع الاي تي بيعمل حاجة، والتيم بتاع الاوبريشنز او البي ام او بينفذ حاجة. يمكن صح. احنا كده اتكلمنا عن هاو تو سيت الاستراتيجي. اظن هنحتاج ساعة تانية عشان نتكلم في التشينج مانجمنت بقى، اللي هي resistance to change. وهل هنطبق السولوشنز دي مرة واحدة، ولا بالترتيب بشكل اجايل، اللي هي ترايل اند ايرور، ونجرب حاجة ونشوف هتمشي معانا ولا لا. الكوست والالاينمنت ما بين التيمز دي بقى كلها اثناء التنفيذ، هل اللي احنا بدأنا بيه هو اللي بنختم بيه بعد 6 شهور ولا بعد 8 شهور، ولا بنلاقي منتج مختلف في النهاية. لا لا آه، هو اه انت جاي زي بقول لك، لا كله هيتغير، اللي انت بقى دي كله هيتغير. آه، يعني طبعا حطينا استراتيجي وبذلنا مجهود وجمعنا ريكويرمنتس وحطينا ريكويرمنتس تريسابيلتي ماتريكس وكل الكلام ده. بس الاندستري زي ما انت قلت هي كرييتيف اندستري او نوليدج اندستري، هي باي ديفولت فيها تغيير. وانت اول حاجه قلتها في الاول خالص الفوكا، الموضوع صح. متطاير. احنا النهارده اتفقنا على حاجه وسلمنا على بعض، تاني يوم الصبح بنعمل حاجه تانية، عشان في خبر اكوزيشن، في خبر موديل جديد، في هنشتغل مونوليثيك ولا هنشتغل مايكرو سيرفيسز، التيم ده كله شغال بنفس التكنولوجي ولا لا. اليوزر ريزيستنس زي ما ابو خضرة بيقول، هو ده التشينج مانجمنت، ان دايما هيبقى في عندنا ناس عايزين نسكيور الباي ان، نبيع الفكره دي للناس دي كلها. فاظن نحتاج يعني دي ديسكشن اطول، ان احنا نتكلم بقى في التنفيذ. احنا حطينا الاستراتيجي نفسها، لكن صح. فكره التنفيذ تحتاج لها قعده منفصله بعد كده. اه وفيها تفاصيل جميله وكل لما تكون رايح ناحيه السوفت وير اكتر والديجيتال ترانسفورميشن اكتر، الديناميكات تبقى اعلى اكتر، المتغيرات اعلى. لان السوفت وير زي ما قلنا هو كريتيف اندستري او نولج اندستري، يس. ممسوك، لازم نشوفه عشان نحكم عليه. غالبا على مستوى التكتيكال ليفل مش هيتغير. انا عايز سي ار ام، انا عايز سي ار ام. هنتخيل لما نيجي نستلم السي ار ام بقى. انت فاهم قصدي؟ دي ليها طبعا يعني بروسيس ودليفري مانجمنت وبروجكت مانجمنت بروسيس، وازاي زي ما انت قلت الالاينمنت، وكل شركه بتكون مقسمه الاورج تشارت بتاعها بشكل مختلف، الادوار المختلفه والتقاطع ما بينها وبين بعض. ولكن نقدر نقول ان اللي عمل الاستراتيجيه
هو من دوره يراقب على تنفيذها. مهم. لو اسند ليه كده يعني. بس غالبا بس الاي تي بلاننج هو اللي عمل الاستراتيجيه. مم. اي تي بلاننج بالذات هو بيراقب الاي تي اكسكيوشن اللي هو قطاع الانفرا والتطبيقات. يس. فبيجي بس مش دايما دي بتكون الكيس، يعني يمكن خاصة في الشركات الكبيرة لما تجيب الكونسلتنج فيرم والبيج فور وبتاع يحط صح. الاستراتيجي ويقول له خدها انت نفذ، غير لو في شركة فيندور مثلا او سولوشن بروفايدر ولا حاجة، هو اللي بيدخل في التفاصيل من بص، هو اول. في الاخر احنا لازم نراقب البلان اللي عملناها صح، بس في الاخر في دور هيراقب البلان. يعني مثلا لو في ستارت اب هتلاقي السي او بيراقب البلان، بيتكلم مع البرودكت مانجر كل شويه وصلنا لفين. او لو عنده سي بي او تشيف برودكت اوفيسر بتلاقيه بيتكلم معاه وبيراقبه. ها يا معلم، احنا الرود ماب عامله ايه، الاخبار ها. برضو في الستارت ابس هتلاقي تغييرات كتير. احنا اصلا بالعافيه بنحط 6 شهور سبرنتات، يعني 3 شهور يعني تمام. استراتيجيه صغيره، خطه صغيره، او رود ماب صغيره. او تلاقي الرود ماب الكبيره عاليه بس تفاصيلها من جوه متغيره اكتر. في الكوربريتس لا، مش كده. غالبا بنلتزم بالخطه السنويه بنسبه كبيره قوي. في شويه تيلرنج وفاين تيوننج فيها، بس مش في الهاي ليفل. هتلاقيه على التفاصيل الصغيره يعني. التشينج مانجمنت مهم. احنا ممكن نبقى في الحلقه الجايه او لو عملنا بودكاست تاني نتكلم عن اصلا ازاي بقدر اغير الاورجنايزيشن كلتشر عشان يساعدني في ان انا احقق اللي انا عملته. انا ممكن لما اجي انا عملت رود ماب جميله وبرافو والله، جيت اعملها، جيت اعمل سوفت وير، الناس اللي عندي اصلا ما تعرفش تستخدم الكمبيوتر مثلا. او هم اصلا مثلا مش عاوزين يروحوا ديجيتال لاسباب كتير. والله انت هتشغلنا بقى وهتتعبنا والسوفت وير بيعرف يحسب الليد تايم والسايكل تايم، فيعرف يحسب الكي بي ايز اوتوماتيك. فاهم. فمثلا او الناس اصلا مش مقتنعه بان الترانسفيشن ده مهم ليهم مثلا. مش مقتنع يعني، فاهم. في قصص كتير الموضوع عشان تغير بسيط. الكالتشر كلها، مش مجرد ان انا احط يعني خطه اقول يلا هاتوا مدراء مشاريع نفذوها. It's not just technical، الموضوع مش بس في التكنيكاليتي، ولكن اه خالص، البني change ادمين management دي مرتبطة بالبني آدمين. طبعا. والموديل يعني ده برضو واحدة من الحاجات اللي نحتاج نتكلم فيها. انت هتشتغل بقى اللي هو سكيلد اجايل فريم ورك مثلا على مستوى الانتربرايز كلها، وكل الادارات دي هتبقى بتشارك معاك، ولا انت هتمشيها اداره باداره؟ تفاصيل تانية كتيرة الحقيقة بتتغطى في الجانب ده. ف يعني زي ده حلقة يعني، شوف انتوا محتاجين امتى، انا عنيا ليكم والله. تحت بإذن امركم الله. في اي وقت، يعني اتشرف واسعد يعني بصحبتك ان شاء الله. احنا يعني كنا عايزين نعمل ده قبل العيد، بس الموضوع اتأخر شوية. ان شاء الله يبقى في فرصة تانية اسهل. ان شاء آه، بس ابو خضر يقول لك بكرة. الله. بص، انا خارج من كورس 45 ساعة في 10 ايام كنت بحاضر فيه، لسه مش شايف قدامي محمد انا خارج عارف. كمان. يعني كورس لسه قافل امبارح يعني. بص، في شباب من الكورس هنا هتلاقيهم بيعيطوا والله، شافوني 11 يوم ورا بعض. انت متخيل شفتني انا 11 يوم ورا بعض؟ متوقع ان في ناس هنا مأساة، كتير. انت فاهم، بتشوفني كل يوم 4 ساعات ونص، فاهم. فتيجي تقابلني النهارده تاني في بودكاست وتقوم تقول له لا، الموضوع بالنسبه لهم يعني فاهم، صعب يعني. لا، ما فيش يعني ان يكون في فرصة ان الناس تسمع منك، فدي مش بالسهل يعني، فاكيد والله احنا عاملين كوميونتي، والله لو تسمح لنا نقول عنها جميله. دي بي ده سي طبعا. انت طبعا جزاك الله خير انك وافقت تكون اكسبرت من اكسبرتس موجودين معانا في الكوميونتي. احنا عاملين كوميونتي اسمها مجتمع منتجات رقميه، دي بي سي، ديجيتال برودكتس كوميونتي. دي معموله عشان تخلي الناس كلها ستي كونكتد. بنقول لك يعني من الاخر ما تخافش، مش هيفوتك حاجه. احنا هنا موجودين معاك في الكوميونتي دي عشان اخلي باشمهندس محمد يبعت لكم اللينك بتاعها يعني. والله. وهي يعني باجر رمزي بسيط خالص لا يتجاوز وجبه في الشهر ب 200، عاملين عليها 230 جنيه في الشهر. ده هدفه ان انت بتقابل، احنا عندنا حتى الان 12 خبير، منهم انا ومحمد ابو العينين، منهم هنقول اللي اعلنا عنهم، ممكن اقول لكم اكسكلوزيف اكسبرتس يعني. عندنا مثلا منهم محمود غز، منهم هيثم زكي اعلنا عنه، احمد رمضان. انا حقيقي هنا في المجلس النهارده اهو، والله. اللي هو ايه موجود معانا من اول اه، مجلس. عندنا لؤي محمد من الاكسبرتس اللي موجودين. عندنا احمد اسماعيل، نائب رئيس الرئيس التنفيذي لشركه سله في السعوديه. مهندس احمد اسماعيل. الفي بي بتاع شركه سله من الاكسبرتس اللي عندنا. عندنا عبد الرحمن اسامه، عندنا محمد جرين. عندنا مجموعه محترمه جدا جدا يعني، هيكونوا معاكم على مدار السنه. كتيبه ده الباتش الاول. الباتش الثاني بقى يعني هتلاقي حاجه مفاجاه جباره يعني. ف باذن الله. وعملنا موبايل ابلكيشن هنطلقه ان شاء الله، وعملنا بلاتفورم محترمه جدا للناس تنزل لها الكونتنت بشكل دوري، ويبقى عندنا سيشن كل شهر مع خبير من الخبراء وبنار محترم
الناس تتجمع، فستي كونكتد دي كوميونتي محترمه جدا. الحمد لله يعني. وعندنا بالمناسبه اوف لاين داي يوم 2 8 في مصر، حاجزين مسرح الجريك كامبس عشان نعمل اللونش الرسمي للكوميونتي. ف وهنزل ان شاء الله احضر اليوم يعني في مصر. فبالعكس يعني ان شاء الله تنبسطوا ويكون حاجه يعني ممتعه ومفيده ويكون حتى يعني يعني حتى احنا كمان والله عشان نخلي ناس مطمئنه ومبسوطه، قلنا كمان حتى ال 230 جنيه اللي دفعهم في الشهر دول، اهو احنا الاشتراك بتاعنا سنوي، فتلاقي نفسك بتدفع 2750 جنيه في السنه يعني. قلنا في اي وقت خلال السنه لو حسيت انت متضايق او مش مبسوط او الفاليو ما كانتش مناسبه ليك، تعمل فول ريفند من غير اي سبب، مجرد تقول انا عايز ريفند. ده متاح عادي جدا جدا جدا، بدون اي احراج ولا اي حاجه. وهو الموضوع اصلا مش مربح، احنا بس عشان المبلغ ده عشان التشغيل، حجز مثلا المسرح زي ما احنا هنعمل يوم، بنجيب الاكسبرتس يعملوا، فعايزين سيت اب وعاوزين شويه حاجات، سيرفرز، ستريمنج، الابلكيشن يشتغل، بندفع اشتراك ابل وجوجل، بندفع عندنا الديفلوبرز موجودين فول تايم بيشتغلوا معانا التيم. ففي مصاريف. فهي المبلغ ده مش هدفه الربح على قد ما هدفه ان بس الناس تعرف يعني لان احنا لو صرفنا على حاجه من جيبنا غالبا هنيجي في وقت هنقول مش هنقدر نكمل يعني. فجزاك الله خير ان انت مكمل المجلس لحد دلوقتي ومش بتدفع الناس حاجه. الله يعني كوميونتي بنحاول نقدر نحافظ عليه. الاستدامة مش بالساهل، بس بنحاول إن ده شاء الله حقيقي، ده حقيقي، ده حقيقي. يقوينا جميعا. شكرا بجد يا محمد، والله انبسطت معاكم قوي والله، وشكرا بجد على الفرصه الجميله دي، جزاك الله خير يعني والله. شكرا جزيلا. يعني الله أنا في الختام أحب أشكرك جدا على وقتك وموافقتك تكون ضيف معانا في المجلس، وكل المعلومات اللي شاركتها، فجزاك الله كل خير. ما شاء يبارك الله فيك. التعليقات كلها يعني بتشكر ربنا يبارك فيك. جزاك الله كل خير. السلام عليكم. انا حابب اسلم على بعض يعني الناس اللي بتيجي مداوم معانا ما شاء الله، يعني ياسر راتب فخور ان دايما موجود معايا، ربنا يبارك فيك ودعمه عارف دايما. ياسر من 10 سنين برضه، خلي بالك. اه لؤي يعني لؤي وقزامل صديقي في الرجحي، وقبلها كنا شغالين مع بعض في فويس. في اكتر من حد، واكيد الباقي ناس من اللي بيحضروا معاك بقى، انت اكيد شيرت في الجروب عندك يعني ما شاء الله. اه انا عارف اسلام حديد، ربنا يبارك في اسلام، من الناس الجميله والشاطره جدا يعني، الناس ما اللي شاء عارفة. الله. فلا هو شكرا يعني الناس، والله شكرا يا جماعه ان انتم سمعتونا الساعه دي والله وصبرتوا علينا يعني. الواحد بيتوقع ان يعني الناس دي اللي جايه بعد يوم دوام طويل وجاي يحضر سيشن زي دي، ف دي مش ناس عاديه يعني. انا بأكن كل الاحترام والتقدير وامل كبير في الناس اللي مهتمه بالبروفيشنال ديفلوبمنت، ان هو تو ستي ريليفنت للمجال بتاعه، دايما بيسمع جديد في المجال. فيعني احييكم ابطال والله ما شاء الله. ربنا شكرا يفتح يا جماعه، شكرا الله. عليكم جميعا يا رب. السلام عليكم. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك تبارك سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.